تاني حاجة لازم تتعلم إيه هي العلاقات الصحية، تعيد نظرتك أو مفهومك عنها. أغلب الناس اللي في علاقات codependent مفهومهم عن الصح في العلاقات وعن إيه هي العلاقة الصحية وشكلها إيه مفهوم مش صحي، مش متوازن، وأي عدم اتزان بيبقى دايما له تمن. زمان وأنا صغيرة في المدرسة ما كناش لسه في المدارس بنشتغل على آيبادز، وكنا بنتحرك بكتب كل المواد، فكانت الباك باكس بتاعتنا تقيلة جدا، وانا كنت بحب دايما اشيلها على كتف واحد، ابقى معلقه الشنطه من كتف واحد مش على الكتفين. وكانوا دايما الكبار يقولوا لنا غلط، لازم تلبسوها على الكتفين عشان ظهركم، لما يبقى الوزن كله على ناحيه واحده لازم هيحصل مشاكل. دور على مصادر موثوق منها، كتب، بودكاستس، ويب سايتس محترمة. كل ما هتبقى فاهم أكتر الداينامكس الصحية في التعامل ما بين الناس شكلها إيه، هيبقى أسهل عليك إن أنت تتعرف على إيه الحاجات اللي بتحصل اللي مش صح واللي ممكن تكون بتأذيك وبتأذي العلاقة دي.